بسم الله الرحمن الرحيم. الملك مرنبتاح أبوه هو رمسيس الثاني، وجده المحارب سيتي الأول، وجده الأعلى رمسيس الأول. يعتبر مرنبتاح محبوب بتاح، وهو ابن وولي عهد الملك رمسيس الثاني. كان الابن ال13 لرمسيس الثاني الذي خلف أباه المعمر على عرش مصر. تولى الحكم وهو في العقد السابع في 70 عاما، وحكم مصر 10 سنين. تم توثيق حكمه على 3 ألواح أو 3 نقوش. الأولى على 80 سطر على لوحة في صرح آمون رع الكرنك. الثانية 35 سطر في منطقة إتريب أو بنها في الدلتا شمال مصر. والثالثة هو لوحة الانتصار الذي وجدها عالمي الآثار البريطاني ويليام فلندر بيتري عام 1896 ميلاديا في المعبد المدمر لمرنبتاح في طيبة الأقصر، مكون من 28 سطر. الساعة الآن 9 بالغردقة. نعتذر. بتشير اللوحات إلى ال3 حملات العسكرية اللي عملها مرنبتاح، تكمل الواحدة تلو الأخرى تكمل الأخرى. لوحة مرنبتاح الشهيرة اللي بتدعى لوحة الانتصار، كتب الملك المنتصر يفتخر بالقضاء على أعدائه، ومن ما تمت كتابته على هذه اللوحة الذكر الوحيد لإسرائيل. اتكتب فيها قضي إسرائيل وصارت فلسطين أرملة لمصر. وشيء بالشيء يذكر إن اسم سيدنا موسى بالمصري القديم يعني ميسي، أي المولود. وممكن يكون الكلام ده غلط وممكن يكون صح. منذ حوالي 3500 سنة قبل الميلاد تحول لقب برعو إلى فرعو، وبرع يعني البيت الكبير بالمصري. ضافوا له النون العبرية بقت فرعون، من برعو فرعون. لكن الجدير بالذكر ان كلمة فرعون في القرآن الكريم اسم علم. فرعون، شارون، هارون، قارون هي اسماء عبرية. ميبي يكون فرعون جه ايام سيدنا يوسف لما وصل لحكم مصر، وجاب سيدنا يعقوب واهله من البدو. افتكر هي دي دخول بني اسرائيل لمصر. ممكن يكون فرعون من احفادهم، لان الرسول لازم يجي بلسان قومه. وسيدنا موسى جه لفرعون، يعني فرعون من قوم سيدنا موسى، يهودي يعني، بس كفر زيه زي قارون مثلا وهامان، وقال للناس انا ربكم الاعلى. والتاني هارون ولا قارون فرح باللي عنده وبالمال اللي عنده، قال لقد اوتيت بعلم من عندي. واحد غرق والتاني اتخسفت بيه الارض. ان لو رجعنا لمرجوعنا ايام سيدنا يوسف، ذكر في القران ان الملك كان الملك، مفيش فرعون خالص، لان كان لسه بني اسرائيل جم مع سيدنا يعقوب اللي اتسمى اسرائيل واترفع على العرش وسجدوا له، يعني حكموا مصر. تتوالى السنين والسنين والناس تنسى، والحاكم يقول للناس انا اله. قال لهم كمان انا ما عرفتلكمش اله قبلي، واليس لي ملك مصر. يعني برضو واضح ان مصر كانت بلاد الحجاز وبلاد الشام وحته من السودان، ومصر والسودان وليبيا قصدي. على العموم هي الاثار اللي موجوده فعلا بتقول ان دي كانت دوله واحده. يعني احنا عندنا النقش على الحجر، وبرضو نفس القصه في الصحراء او الربع الخالي في السعوديه، برضو جوه الجبال والحجر، وبتراء نفس الكلام، وبلاد الرافدين او العراق نفس الكلام. في مصر القديمه كان بيطلق على الحاكم نسو او نتر خت ذو اليد القويه. وتم اثبات ان في ملوك مصريين زي سنوسرت الثالث ورمسيس الثاني ان هم قلوا نفسهم، والشاهد موجود في معبد ابو سمبل. رمسيس الثاني بيقدم الاوفرنج لنفسه، بيقدم يعني القرابين لنفسه. الراجل عبد نفسه قدام الناس من غير حاجه. الكتاب دايما يقول لك لغز اختفاء سيدنا موسى من التاريخ القديم او سيرته على الجدران المصريه، وان من الاشياء المدهشه والمثيره عدم تصوير سيدنا موسى على الجدران المصريه. وعاده معروف ان التاريخ بيكتبه المنتصر، وسيدنا موسى انتصر على فرعون مش غرق هو وجيشه. يعني كان الراجل منتصر، كان ممكن يعمل اللي هو عايزه. لكن واضح ان الموقع كان الجغرافي مختلف. زي ما قلت لك مصر كده كانت بلاد الحجاز وبلاد الشام وجزء من ليبيا ومصر والسودان. والدليل الكبير ان الاهرامات 300 هرم مبنيين على اكس واحد من الشمال من مصر للسودان. زي ما قلت لك صحراء الربع الخالي والبتراء، مفيش دليل اكتر من كده انها كانت دوله واحده. دي الجغرافيا مساعدانا يا جماعه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الملك مرنبتاح. المقبره بتاعته موجوده في وادي الملوك جنب مقبره توت عنخ امون اللي تم اكتشافها 1922 بواسطه هوارد كارتر وبواسطه مال اللورد كارنافون، اللي فتح المقبره في 23 فبراير لما جت بنته ايفلين. اتفتح اول تابوت فيها 1925، والتابوت كان 110 كيلو جرام ذهب، والماسك 11 كيلو جرام ذهب، ومعروض الان في المتحف المصري.
دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.